ليش مهاجمين منتخبنا الوطني عليهم ضغط انه لازم هم يسجلون الاهداف، وايضا من يجي بديلهم ايضا عليه ضغط انه لازم هو يسجل الاهداف، فضغط مو طبيعي على المهاجمين. اذا ايمن ما موجود او ميمي ما موجود، انه منو يسجل؟ نبقى يمكن متعادلين، او اذا سجل علينا هدف ما نقدر نعادل النتيجة، لانه لاعبين الوسط والاسيست ما عنده باك جراوند او خلفيه انه كيف يسجل الاهداف. تفكيره كله وخلفيته يعني الميموري عنده انه فقط يصنع اهداف ما يسجل اهداف. اني في السابق كنت العب وسط واسيست، واحب اصنع اكثر من ما اسجل. فمره كان عندنا مباراه قويه سجلنا 3 اهداف، فالمهاجمين قالوا لي كابتن سجل ويانا. فبصراحة انفردت 3 مرات بالمرمى وما سجلت، ذبيتها اوت. فقالوا لي عادي لا تدير بال. فرجعنا قمت اتمرن اسيست وايضا اسجل اهداف. المهاجم قام يستمتع وصار عنده قل الضغط عليه بشكل مو طبيعي، لانه مو بس هو يسجل، واني ايضا صار عندي ميموري انه شلون اسجل. يعني البوكس او الخشبات الثلاثة رسمت بدماغي انا بالعادة بس اسيست. شو استفادينا؟ استفادينا خفض ضغط بشكل مو طبيعي على المهاجمين، صارت زيادة بالاهداف، وايضا الفريق الخصم قام ما يعرف شو يسوي، انه بالعادة هو يمسك المهاجم ويعرف وين يتمركز الدفاع وخلص. فما قدروا، يعني ما قاموا يعرفون شي يسوون. فبصراحة صار إثراء باللعب، يعني الكل مستمتع، تسجيل أهداف، بتوينات، أسيستات، المهاجم مستمتع. أيضا الوسط لما يدعم المهاجمين بالأهداف يقل الضغط على المهاجمين. هذه ما موجودة بمنتخبنا حاليا، انه لاعبين منتخبنا فقط يوصلون الكرة للمهاجم، والمهاجم هو اللي لازم يسجل. هذا الشيء خطأ. اللي دا اشوفه لاعبين منتخبنا اغلبيتهم ما عدا علي جاسم انه ممكن يسدد على المرمى، اغلبيتهم يوصل الكرة بالذات الاظهرة والباقي الوسط، انه فقط يوصل الكرة والباقي على المهاجم. لذلك هذا الضغط اللي دا نشوفه مو طبيعي على مهاجمين منتخبنا، واللي يجي بعدهم ايضا عليه ضغط مو طبيعي. اذا مو